السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة تيتو للتكييف. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن جهازين من أقوى الماركات اللي موجودة في السوق، ومين فيهم أفضل ومين يعيش أكتر. الجهازين هما جهاز تكييف شارب وميديا. ناس كتير بتسألني أختار تكييف شارب ولا ميديا. النهاردة هجاوبك من الناحية الفنية ومن غير تحيز لأي شركة. خلينا نكون واضحين من الأول، شارب وميديا الاتنين ماركات كبيرة ولها اسمها في السوق، والاتنين موجودين بقوة في السوق المصري، بس كل واحد ليه فلسفة مختلفة. تكييف شارب اسم ياباني معروف، بس خلي بالك الأجهزة اللي عندنا في مصر تجميع محلي، وده مش عيب، بالعكس. شارب معروف بجودة الخامات وطول العمر، أما ميديا فدي شركة صينية، بس مش أي شركة، ده أكبر مصنع تكييف في العالم وبتصنع أجهزة لبراندات عالمية مشهورة. من ناحية التبريد، شارب تبريده ثابت وهادي وبيستحمل الشغل الطويل خصوصا في الحر. ميديا بقى تبريده أسرع، توزيع هواء أوسع، خصوصا في موديلات الانفرتر الجديدة. ولو هنتكلم عن استهلاك الكهرباء بالنسبة للجهازين، وبالأخص الأجهزة اللي شغالة بتقنية الانفرتر، الاتنين موفرين كهرباء بس بأسلوب مختلف. شارب هادي جدا وبيشتغل بالراحة ومناسب للي سايب التكييف يشتغل بالساعات. ميديا كتقنية أذكى شوية وبيستجيب أسرع للتغيير في الحمل، وبيوفر كويس جدا برضه. بالنسبة للصيانة وقطع الغيار، من ناحية الصيانة لشارب أعطال قليلة وصيانته سهلة وقطع غياره إلى حد ما متوفرة. الميديا قطع غياره أرخص ومنتشرة، بس محتاج فني يكون فاهم كويس علشان يعرف يشتغل في الموديلات الحديثة. هنتكلم دلوقتي عن السعر. شارب سعره أعلى شوية، بس أنت بتدفع السعر ده في اسم وثبات وعمر افتراضي. بالنسبة للميديا، الميديا سعره أقل وبيقدم إمكانيات أكتر وتكنولوجيا أحدث. الخلاصة ببساطة، لو أنت عايز تكييف هادي يعمر سنين ومش بتحب الصداع، اختار شارب. لو أنت عايز أعلى إمكانيات وسعر أقل وتكنولوجيا أحدث، اختار الميديا. وفي النهاية، مفيش تكييف أحسن من التاني، في تكييف أنسب ليك أنت. اختيارك الصح بيعتمد على مساحة المكان واستخدامك وميزانيتك. أتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتوا معايا، ولو حابين مقارنة موديل بموديل اكتبوا لي في الكومنتات، ويا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل النصايح الصح من تيتو للتكييف. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.